اهلا بيكم في فيديو جديد. معاكم اسلام مندو. انا النهارده جاي اقدم لك كيسه كده حلويات، والله بجد حلويات وبسعر رخيص جدا. اعمل بس لايك وسبسكرايب وتعالى بقى نشوف امكانياتها. والكيسه اللي معانا النهارده الدل الاوبتريكس ال 7040، حاجه كده جيل سادس، حاجه كده صايعه كده. انا على فكره الجهاز ده جيل تالت ومشغل العاب وبرامج ما تتخيلهاش. كل الالعاب والبرامج اللي في دماغك الجهاز الاي 5 الجيل الثالث بيشغلها، ما بالك بقى الجيل السادس اللي احنا هنتكلم عليه النهارده. والناس اللي بتتفرج عليا من زمان عارفه الكلام ده كويس، وانا مجرب الجهاز قدامهم وفي فيديوهات تثبت الكلام ده كله عندي على القناه. خش اشترك ولايك وشوف الفيديوهات دي. عندك الكيسه بتيجي تاور كبيره، هتقدر تشيل معانا بقى احجام الكروت اللي احنا عايزينها. طبعا الجهاز في بروسيسور انتل اي 5 جيل سادس، والبروسيسور ده محترم قوي يعني، وانا عامه بحترم بروسيسورات انتل جدا، لان الجيل الثالث الاي 5 اللي عندي من شركه انتل عامل معايا واجب وفوق الصح كمان. عندك هنا بقى الرامات بتيجي رامات 8 جيجا، ودي كفايه كبدايه. ممكن في المستقبل نحط رامات جنبها كمان 8 عشان تظبط كده معانا وتبقى 16، بس مش دلوقتي. خليها بس نتكلم عن امكانيات الكيسه دي. وهي بتيجي بهارد صغير 500 جيجا بايت. دي تقريبا كل محتويات الكيسه. فتعالى بقى نتكلم عن نقطه مهمه، الكيسه دي هتشغل ايه، وهل هقدر اظبطها في المستقبل او اعليها في المستقبل؟ هتقدر تعليها وتظبطها في المستقبل، وهقول لك كمان في نهايه الفيديو الكيسه دي هتشغل ايه وعلى كام فريم. اول حاجه كده الكيسه دي لو حبيت اظبطها ممكن اظبطها ازاي؟ ممكن تظبطها باول حاجه كده هارد اس اس دي من كينجستون، والهارد دوت لو هتجيبه مستعمل هيبقى في حدود 700 800 جنيه. طب الكيسه دي اصلا عامله كام؟ الكيسه دي عامله تقريبا في السوق عامله 8 او 7 او 8 الا حاجات بسيطه يعني، بس هي تقريبا بتبقى عامله في السوق 8. هقدر اشتريها منين؟ تقدر تشتريها من اي تاجر عندك، مثلا في لو انت في القاهره مول البستان، لو انت في اسكندريه ممكن في سموحه في سوق الكمبيوتر. السوقين دولت اكيد انت لو نزلت سالت على الكيسه دي هتلاقيها في السوق. طب لو انا ما لقيتهاش في السوق ممكن تطلبها من على امازون، موجوده برضو على امازون. طيب نرجع لموضوعنا، وهي الهارد الاس اس دي. خلاص جبناه وركبناه على الجهاز وحطينا عليه الويندوز بتاعنا عشان يفتح اسرع، وحطينا عليه البرامج والالعاب بتاعتنا عشان تفتح وتشتغل اسرع. الجهاز اداؤه هيختلف، اداؤه هيختلف وهيبقى جبار. طب هنعمل ايه تاني في الجهاز؟ هنجيب له كارت شاشه عشان الجرافيك بتاعنا يتظبط والفريمات تعلى. وممكن نختار كارت شاشه كده في الفئه المتوسطه، وهو الجي تي اكس 750 تي اي. الكارت ده محترم جدا، وعلى فكره بيدي اداء انت ما تتخيلهوش. انا بستخدم الفئه الاعلى منه شويه، وهي الجي تي اكس 1050 تي اي، وانصحك بيه برضه، بس هو سعره غالي شويه في سوق المستعمل. هو مفيش منه تقريبا جديد دلوقتي، فانت هتلاقي في سوق المستعمل هيبقى غالي حبتين، يعني هيبقى في حدود 4.5 تقريبا او 3 في الحدود ديت. والجي تي اكس 750 تي اي في الحدود اللي هو ايه 2200. في ناس محترمه بتبيعه ب 1500 كده يعني، بس افضل انك تشتريه من مكان موثوق برضو، عشان ايه تاخدش كارت شاشه فيه مشكله، لان كروت الشاشه بيبقى فيها ساعات مشاكل، او بتظهر مشاكل مع ضغط او مع الاستخدام التقيل. المهم يعني انا عندي هنا الاي 3 على فكره، ومركب له جي تي اكس 1050 تي اي، وحرفيا الجهاز بسم الله ما شاء الله جبار، بيشغل معايا اي حاجه انا عايزها، مش مقصر معايا في حاجه. انت بس لو عندك اي سؤال عن التجميعه ديت او عايز اي نصيحه لتجميعات تانية، اتمنى انك تنزل تحت بس تعمل لايك وسبسكرايب والسؤال بتاعك في كومنت، وهتلاقيني رديت عليك على طول. احنا كده وصلنا لنهايه الفيديو، اتمنى انك تكون استفدت من الفيديو. بس فيديو احب اختم الفيديو بكلمه لا اله الا الله.
Give my shield a recharge. Hey, spot it here. I'm bleeding out. Giving him the chimney. 45 seconds. Ring ain't far. And down. I'm fucking taking fire. Going up. Ultimate orb spawning. Down. Gas is approaching on your position. Move to the safe zone. Cash drop is en route. Enemies are dropping into the area. Watch the skies. Loadout dropping. This is Scotty Tyler broadcasting to you live from a plane. This time we are throwing everything we have got at this superstar. Let's get it. Pilot, there's a temple on the runway. Temple on the runway!